السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد هنشوف فيه مع بعض انبهار الكوريين بالمأكولات والمطبخ الجزائري الجميل. شفنا ده من خلال احتفالية بتجمع ما بين الكوريين والجزائريين، وده كان في خلال تكريم الطلاب الجزائريين في كوريا بحصولهم على شهادات عليا. وشفنا ان هو كانوا بيقدموا للضيوف أكلات جزائرية ومن المطبخ الجزائري، وكلهم انبهروا بيه. شفنا مع بعض ان هم قدموا الكسكس وقدموا المسفوف وقدموا الرشدة وقدموا مأكولات كبيرة جدا وحلويات كتيرة برضو في خلال الاحتفالية اللي كانت موجودة هناك. كلنا عارفين ان المطبخ الجزائري غني ومليء بالمأكولات والأطعمة الجميلة اللي بتتميز بها المطبخ الجزائري عن غيره. يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع تاني مع بعض. اوكي خلينا بقى موبوسنا خلينا تكنولي يعني كاميرتي بور المومون تاع الكاميرا تاكل ومن بعد ناكل انا. لا سمحي لي غادي اقسم بالله ما تقايم. صدقيني روحي ستيكي طبسي حطيه في طابلتك وعاودي ولي جيب لها الكاميرا ديالك. خذي بالنصيحه تاعك. خلاص كمل سيبون. انا مع البربوشه. البربوشه هي طعام، دوك انا قلتي بربوشه ما عرفتش. بردتي لي قلبي وانايا ما تصورينيش. صورك انا يا كيم هاسون وعندي الانستغرام راكم تطلعوا. حنخليكم انستغرام ديالها هنا. اوكي باي باي. Madame Mila, elle est trop gentille, she's so kind, she helped me with my dress, thank you so much. شفنا مع بعض انبهار الكوريين بالمطبخ الجزائري والمأكولات الجزائرية، وشفنا مع بعض مأكولات جميلة جدا كلها من الجزائر، وحتى الشيفات الكوريين عارفين الأسماء الأكلات دي وعارفينها كلها. وده كان طبعا لأن المطبخ الجزائري غني عن التعريف. المطبخ الجزائري مشهور جدا عالميا وحاصل على ميداليات وحاصل على مراكز أولى عالميا. وده كان الشيفات الموجودين في كوريا عارفين الأسماء دي وعارفين الحلويات وعارفين المأكولات اسمها ايه، وكمان بيعرفوا يطبخوها وبينسبوا الأكلات دي لدولة الجزائر. فيديو جميل ورائع، أتمنى يكون عجبكم. استنونا إن شاء الله في فيديوهات تانية. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.